اعتقال الفنانة المغربية دنيا بطمة. كشفت مصادر لصحيفة هيسبريس عن توقيف الفنانة المغربية دنيا بطمة في الدار البيضاء بهدف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضدها في قضية حساب حمزة مومبيبي، في الوقت الذي أعلنت فيه الفنانة المغربية أنها في طريقها للوصول إلى عفو ملكي. وكانت محكمة ابتدائية في مراكش أصدرت حكمها في عام 2020 بالسجن النافذ 8 أشهر في حق دنيا بطمة، لتصدر بعدها المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، ليكون بذلك إجمالي الحكم على دنيا بطمة بالحبس عام كامل. كما وصلت دنيا بطمة لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن بعدما تم توقيفها عشية يوم الأربعاء من قبل عناصر الشرطة القضائية. وأظهر مقطع فيديو سيارة بيضاء تقل الفنانة ليتم إيداعها في السجن وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وكانت محكمة النقد في العاصمة المغربية الرباط رفضت الشهر الفائت طلب النقد الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة بعد إثبات علاقتها بحساب حمزة مومبيبي الذي أنشئ عبر تطبيق سناب شات لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال. وتفاعل العديد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي مع خبر اعتقال الفنانة، مثل مستخدم علق عبر تويتر وقال: أخيرا القانون فوق الجميع، تكبرها لم يفدها بشيء، لعل وعسى الحبس يكون فرصة لها لتتعلم شوية. بينما خديجة قالت: تسببت بانتحار زميلتها ودمرت عائلات بأكملها وقضت على مستقبل أبرياء لم يفعلوا لها شيئا، ومع ذلك لم يتحرك ضميرها أو يهتز لها جفن. وسكر علقت وقالت: نهاية كل مبتز أو مبتزة الحق يأخذ طريقه ولو بعد سنين. أكو بنات انتحروا، أكو بنات اتطلقوا من أزواجهم، آذت ناس هواية من ضمنهم الطفلة حلا الترك بسبب حسابها الوهمي حمزة مومبيبي. وأوضح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أن هناك أدلة كافية لإثبات إدانة دنيا وشقيقتها بجنحة المشاركة في تجميع ونشر كلام وصور الضحايا من دون موافقتهم خلال أنظمة معلوماتية، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة تمس حياتهم بقصد التشهير بهم وتهديدهم. يذكر أن قضية حمزة مومبيبي بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حسابا على تطبيق سناب شات استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد. واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة. وأنتم متابعينا، ما رأيكم؟